السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. فيديو النهارده بقى حلو وبسيط جدا. هنعمل مع بعض العيش التوست بطريقه سهله جدا ومكونات موجوده في كل بيت. هتعملي احلى توست طري وهيطلع معاكي تحفه. تعالوا بينا نبدا الوصفه ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجه في بوله كبيره كده هحط كوبايه الا ربع من الميه، ميه عاديه من الحنفيه. اضيف عليهم بقى 3 معالق من السكر ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه. هقلب بقى كل ده مع بعض كويس قوي، الخميره والسكر والميه، لحد ما تطلع فقاعات كده. هضيف بقى كوبايه من اللبن ويكون بحراره المطبخ مش ساقع. هضيف عليهم بقى 3 معالق كبار من الزيت، وهحط بضايه عليها رشه فانيليا او رشه فلفل صغيره عشان بس ريحه البيض ما تكونش باينه في التوست بتاعنا. هقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض كويس جدا بالشكل ده. وعندي هنا بقى 6 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقه صغيره من الملح. هننزل بيهم على المكونات السايله كده بالشكل ده ونسمي الله ونبدا نعجنهم كويس جدا. مش بنضيف ميه كتير في الاول، بنضيفها واحده واحده. انا هنا العجينه لسه ما لمتش معايا، فهبدا ازود ميه بس شويه بشويه واعجنها. لو احتاجت تاني احط حبه صغيرين برضو واعجنها كويس، وهكذا. بلاش تحطوا الميه دفعه واحده عشان ما تلزقش وتعجن منكم. ضيفوا الميه بالتدريج لان كل دقيق بيختلف عن التاني لامتصاصه للسوائل طبعا. فضيفوا الميه بالتدريج لحد ما تلم معاكم العجينه كويس وتبقى معاكم بالشكل ده كده اهو. هاخدها بقى على السطح اللي هشتغل عليه ومعايا طبق فيه شويه من الميه، وتعالوا بقى نشوف هنعمل بيهم ايه. هفرد العجينه بتاعتي كده كويس وهرش رشه من الميه وابدا اعجن العجينه كويس جدا. اهم حاجه في التوست تعجني العجينه بتاعتك كويس جدا. كل ما تعجنيها هتلاقي العرق بتاع العجينه بدا يظهر معاكي والعجينه بقى فيها مطه كده. هنا بقى حطيت اخر شويه ميه، بنحط حبه صغيرين بتاع 4 معالق ميه او ربع فنجان صغير، وبرده مش بنحطهم مره واحده كده زي ما شفتوا. حطيت اخر حبه بقى وهعجنها كويس جدا لحد ما العجينه هتتشرب كل الميه دي كده. عندي هنا بقى معلقتين من السمنه، او لو عندك زبده استخدميها. احط على العجينه بتاعتي السمنه بالشكل ده وهبدا المها بقى من كل الجوانب كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. الاول هتلاقوها بدات تقطع معاكم كده، ما تقلقوش خالص، دي حاجه عاديه جدا. هتبدا تلم معاكم تاني وتبقى زي الفل عادي جدا. ده بقى شكلها بعد ما لميتها بالسمنه واتعجنت كويس جدا. بصوا بقت عامله ازاي العجينه، طريه جدا جدا ازاي. هحطها بقى في بوله كده عشان تتخمر، وهغطيها بكيس او استرتش وفوطه واحطها في مكان دافي تتخمر فيه عشان الجو طبعا بدا يبرد فبتاخد وقت شويه. ده بقى شكلها بعد ما اتخمرت، شايفين ما شاء الله حلوه ازاي. هلمها بقى وهبدا اخدها على السطح اللي انا هشتغل عليه كده، وهقسمها النصين دول هيعملوا لي 2 قالب من التوست. بدات افردها الاول بايدي كده، وبعد كده هجيب الفراده بقى بتاعتي وافردها كويس جدا كده على شكل مستطيل مش دائري. وهجيب القالب بتاعي ده، انا شارياه من محلات مستلزمات الحلواني، بيبقى رخيص جدا، تقدري تجيبيه لو ما عندكيش قالب توست طبعا. هاخد مقاسه كده عشان اعمل الرول بتاعي على مقاس القالب، وهبدا بقى كده الف العجينه زي ما انتوا شايفين كده، والف واتك على اللفه بتاعتي زي ما انتوا شايفين. هسيبكم بقى تشوفوا اكتر عشان تفهموا. بعد بقى ما لفيتها كلها كده هبتدي اقفلها كويس جدا كده من تحت، وهجيب القالب بتاعي بقى وهحطها فيه بالشكل ده. عملت لي قالبين من التوست زي ما انتوا شايفين كده. هغطيها واسيبها تتخمر للمره التانية عشان يتضاعف حجمها. وده شكلها بقى بعد التخمير، شايفين حجمها ارتفع ازاي. بكون مشغله الفرن من قبلها على درجه حراره 220، بدخلها على الرف الاوسط 15 دقيقه، وبعد كده بوطي الحرارة ل180 واسيبها في الفرن حوالي 25 دقيقة. يعني توتال التسوية كله حوالي من 35 ل40 دقيقة، وهي بتاخد لون من فوق من غير شواية او اي حاجة. وده شكلها بقى بعد ما خلصتها وطلعت من الفرن. بتسيبيها لحد لما تبرد خالص خالص، بس بسيبها حوالي 4 ساعات او 6 ساعات لحد ما تبرد تماما. وهنبتدي بقى نقطعها كده بالشكل ده، الحجم والسمك اللي انتوا عايزينه طبعا. بتقطع معاكي بكل سهولة مادام بردت، وبيطلع معاكي بقى بالشكل ده. شايفين التوستية تحفة جدا، وعايزة اقولك طرية جدا وطعمها حلو قوي. وشايفين بقى لونها ابيض وحلو ازاي، خطيره يا جماعه. نعمل بقى سندوتش جبنه كده حلو، بتبقى خطيره مع كوبايه شاي، يا سلام، احلى فطار او عشاء. في كمان تعملوا لاولادكم في اللانش بوكس، خطيره يا جماعه. جربوا التوست في البيت وهيعجبكم جدا. بالف هنا وشفا على قلبكم. ولو وصلتي معايا لاخر الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتدعميني بكومنت حلو. اشوفكم في وصفه جديده.